واحد كثير من الأمراض التي تحتاج إلى تصحيح وتحتاج إلى تكاتف كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر وبصفة خاصة المؤسسات الوطنية. في الحقيقة نحن بذلنا جهودا عديدة منذ أن نادى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات كثيرة جدا بضرورة تنفيذ الخطوات. أستاذ الدكتور ياسر عطية الصعيدي رئيس قسم اللغة العربية كلية آداب جامعة المنوفية. إن شاء الله النهارده احنا بنشرف بزيارة فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، واليوم بإذن الله عنده الندوة وبعد الندوة مناقشة. الندوة الأول هتبقى عن مواجهة الشباب لتحديات العصر في ظل الدولة والرئاسة الجديدة، رئاسة الرئيس السيسي ودولة مصر الجديدة اللي احنا كلنا ان شاء الله بنعمل لها مستقبل باهر ان شاء الله في ظل رعاية قائد الامام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحقيقة احنا بنشرف ونسعد بوجود فضيلة المفتي اليوم ان شاء الله هيقعد مع اولاده وبنات طلبة جامعة المنوفية، هيتناقش معاهم في كل شيء. وهو راجل يعني واسع الصدر واسع العلم، عالم بمعنى الكلمه، وجاي النهارده عشان يسمع لاولاده، هيناقشوه في كل حاجه، هيسالوه وهو يجيب، ودي فرصه كبيره جدا وفرصه عظيمه. احنا يعني بلغنا طلابنا ان هم يسالوا في كل شيء، يبعتوا لنا الاسئله واحنا هننظمها لسياده المفتي وان شاء الله يرد عليها كلها باذن الله. والندوه مهمه جدا لشبابنا عشان يعرفوا مستقبل بلدنا رايح فين وجاي منين، ويبقوا فاهمين قد ايه بلدنا الحمد لله في تطور واضح، و يعني بقى لنا فتره ماشيين فيه، ان شاء الله مكملين باذن الله لحد ما الجمهوريه الجديده تقف على رجلها وتبقى احسن من الاول باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الطالبه آية عاطف البخير، عضوه بأسرة الفراعنه بجامعه كليه الاداب جامعه المنوفيه. تشرفت اليوم بحضور هذه الندوه التي القاها لنا الدكتور شوقي علام، وكان يوم ممتع، استفدنا كثيرا من هذه المحاضره. وبالتالي فالتغيير المكاني بين الطلبه هو اساس. اذا العلم هو اساس التغيير، عشان كده بقول لشبابنا اذا اردتم التغيير لابد ان تبدا من تغيير الوعي وتغيير الثقافات، ودي الحقيقه الاساسيه اللي بنبدا في كل طالب. انا ايه طالبه كليه الاداب جامعه المنوفيه. وازاي حضرتك النهارده شرف لي ان نحضر الندوه دي لفضيله المفتي الاستاذ شوقي علام تبع اسره الفراعنه، واتمنى جدا ان هي تتكرر من الندوات الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمد سامي احمد جمعه، طالبه فرقه كليه الاداب جامعه المنوفيه، تبع عضو في اسره الفراعنه. كنت حاضره ندوه النهارده واتمنى ان هي تتكرر تاني، من الندوات الممتعه اللي انا حضرتها، واتمنى ان هي تتكرر تاني ان شاء الله. انا الطالبه رنا احمد السيد السعكاوي، عضو من اعضاء اسره الفراعنه بكليه الاداب جامعه المنوفيه. اتشرفت بوجودي هنا النهارده، واحب اشكر الدكتور شوقي علام على المحاضره الجميله دي، بجد استفدنا كتير قوي. انا على عبد النبي، عضو في اسره الفراعنه جامعه المنوفيه كليه اداب. شرفنا النهارده بحضور الندوه، كانت ندوه جميله، استفدنا بالمعلومات الكثيره التي اوصلها لنا الدكتور شوقي علام. كانت ندوه ممتعه جدا، واتمنى عن الدكتور مرسل. بسم الله. انا الطالبه آية احمد محمود، طالبه بجامعه المنوفيه قسم اقتصاد، وعضو في اسره الفراعنه. بشكر شوقي ابراهيم علام على الندوه الجميله دي، وكانت ندوه مليانه بالمعلومات. مشاهدينا الاعزاء، ومن داخل جامعه المنوفيه واحدى الندوات الهامه التي شهدها مفتي الديار المصريه، يسعدنا نلتقي بعدد من الشباب من طلاب كليه الاداب. بنتعرف بيك. محمد ممدوح القدوسي، الفرقه الثالثه قسم الاثار المصري. رايك يا محمد في الندوه النهارده اللي انتم حضرتوها؟ ندوه ممتازه بنسبه 100%، ونتمنى تكرارها في كل الجامعات ليه؟ مش في جامعه المنوفيه فقط. يعني الندوه ديت تعتبر يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه في ظل البلد ده، الشباب في شباب ماشي في طريقين اتنين، طريق مستقيم عدل وطريق تاني ربنا يعافينا ويعافيك منه. فلازم أن يكون في فكر مستنير على عقول الشباب، ولازم أن يكون يعني زي ما بقول لحضرتك كده تكون في يعني
تفضيع على عقول الشباب، نوعيه، نعرفه الصح من الغلط. الشاب ممكن يكون 19 سنه و20 سنه ويضحك عليه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك قالوا عليها سلاح ذو حدين. واحنا النهارده اسره الفراعنه بقسم الاثار المصريه بكليه الاداب جامعه المنوفيه مع فريق الاسره، التيم بتاعنا بتاع الاسره، كنا متواجدين النهارده من بدايه اليوم لنهايته، وقمنا بتنظيم الندوه. وبنشكر استاذنا الدكتور حسن خطاب استاذ الدراسات الاسلاميه بكليه الاداب جامعه المنوفيه. معاك الطالب ابراهيم احمد ابراهيم بالفرقه الثانيه قسم الاثار. استفدت طبعا حاجات كتيره جدا، ومنها في الدين طبعا وفي الاخلاق قدمها لنا الدكتور شوقي علي. في اي فقره زي دي طبعا يحضروها، لان فعلا كان فيها قدر كبير من الاستفاده، وفعلا استفدنا منها كتير جدا. انا ندى فتحي محمد محمود، عضوه باسره الفراعنه. بستفاد كتير خاصة يعني في حياتي أو في الدراسة أو في المجالات دي كلها. ايه اهم حاجه حسيت انك استفدتيها من الندوه النهارده وكلام الدكتور مفتي الجمهوريه؟ حقيقي يعني هو قربنا قوي يعني من ربنا، وكان في حاجات احنا ما كناش عارفينها بس هو صحح لنا الاخطاء دي. انا واعضاء الفراعنه كلنا بنتمنى ان الدورات يعني المؤتمرات دي تتعاد تاني علشان يعني كتير من صحابنا ان هم يستفادوا. لو ساب منصبه هيعمل ايه؟ طب انا نقول له شوف بقى اللي ساب منصبه، ما هو لسه احياء. ما في ناس كتير سابت مناصبها ولسه احياء من المشايخ العلماء. ما رايك الان وما رايك قبل ذلك؟ هو نفس الاراء، نفس المنهج ماشي عليه. فحاولوا ان يوجدوا شرخا عند الجمهور، عند الشعب، عند الامه، بين العلماء وبين الدوله.